ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده باذن الله هنكمل الجزء الثاني من الفيديو الاول اللي هو كان بتاع المساعد الافتراضي اللي احنا عملناه. وجربناه لايف، وكنا ادينا له 7 حاجات او 7 مهام يعملها في رساله واحده بس على التليجرام، وعملها. اللي ما شافش الفيديو الاول محتاج يروح يشوفه علشان يبقى فاهم او مجمع احنا بنعمل ايه، ويشوف برضو السيستم دوت يعني في تجربه، بدل ما اكون بشرح بس كده نظري، لا يكون شاف العملي بتاعه، ويبقى فاهم ايه اللي بيحصل او احنا بنحاول نبني ايه. فخلينا نبدا على طول من غير ما نطول. بس قبل ما نبدا ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه عشان نبدأ الكورس بتاعنا. ولو انت مش عارف ايه الكورس اللي انا بتكلم عليه، فاحنا برضو قلنا عن الكورس دوت في اول 5 دقايق من الفيديو الاول، ارجع شوفه. بس ديت كانت الرود ماب بتاعتنا، اورولك. هو دي الرود ماب اللي قدامك، بنشرح الاساسيات، مشاريع سهلة، مشاريع متوسطة، مشاريع صعبة، الى اخره يعني. ولو عايز تفاصيل اكتر ارجع لاول 5 دقايق في الفيديو الاول، هتلاقي كل حاجة بالتفصيل يعني. فخلينا بقى نخش على الشرح. انا المره اللي فاتت في الفيديو الاول، الجزء الاول من السيستم دوت، كنت حاطط لكم الفايل. لو فاكرين حاطط لكم الفايل في فورم، بتملى الفورم وبتاخد الفايل، بحيث ان انت تعرف تحطه في ان وتجرب عليه على طول. فخلينا نعمل كده. طبعا انا عندي الفايل يعني، اختاره. مجرد ما اخترته هو بيتحط عندك على طول، بس زي ما هيجي قدامكم دلوقتي، بس هو فيه شويه لاج اهو زي ما انت شايف. دوت دي الصفحه اللي هتتفتح لكم اول ما تحطوا الفايل، بتنزلوه من اللينك اللي تحت او اللينك اللي في الديسكريبشن. فالاول خلينا نشيل ديت كده، وهوريكم بقى ازاي بتحطوا الكريدنشالز وكل حاجه يعني. هنشرح بعد كده بعد ما نحط الكريدنشالز والكلام ده كله. هنعدي سريعا على ال7 ايجنتس دول اللي انا وريته لكم في الفيديو الاول. بس هنشرح بقى التولز ده اللي احنا ما كنا سيبناه يعني، او ما شرحناهوش في الجزء الاول. فيلا بينا كده يا شباب، واحده واحده اوريكم بنعمل ايه يعني، بنبتدي ازاي، او انت اول ما تنزل عندك الورك فلو يبقى شكلها عامل كده تعمل ايه. اول حاجه لازم تحط الكريدنشالز بتاعتك لكل الحاجات اللي قدامك، معظمها تبع جوجل. فبص مثلا انت عايز تحط الكريدنشالز بتاعت جوجل كونتاكتس، فهتعمل ايه؟ هتدوس على اي تول من دول، هتيجي هنا كريت نيو كريدنشال، وهتعمل ساين ان بجوجل بتاعك بس كده. وبعد ما تعمل ساين ان بيجي لك اكونت كونكتد، وهو كده اتوصل والدنيا زي الفل يعني. الموضوع بسيط بالبساطه ديت فعلا. فستة منهم كده، 6 من الايجنتس دول بيعتمدوا على جوجل يعني: جيميل، جوجل شيتس، جوجل درايف، جوجل تاسكس، جوجل كونتاكتس، جوجل كالندر. كل دوت تبع جوجل، فبيتسجل الكريدنشالز بنفس الشكل. بس عندك بقى في حاجتين مختلفتين هنا، اللي هو تافلي وسيرب اي بي اي، اللي احنا قلنا ان احنا بنستعمل التولز ديت علشان نعمل سيرش على الانترنت على اي حاجه. خليني اوريكم ازاي بتجيبوا الكريدنشالز بتاعت الاثنين دول. اول حاجه سيرب اي بي اي، هتيجي هنا في السيرش هتكتب سيرب اي بي اي. بعد ما تكتب سيرب اي بي اي هتنزل شويه، وهي ديت اهي بتاعت جوجل سيرش اي بي اي، اللي هي دي. هتعمل ساين ان لو انت عندك حساب، اعمل ساين ان. لو ما عندكش اعمل ريجستر. انا عشان عندي حساب فهخش اعمل ساين ان بجوجل وبس. اول ما تعمل ساين ان هيجي قدامك الداشبورد دي او الشاشه ديت. اول حاجه هتيجي هتلاقيها على الشمال اهي اي بي اي كي، هتيجي عليها وبس. هتيجي تعمل جنريت للاي بي اي، وهتاخده كوبي وتروح على سيرف اي بي اي تول في ان تعمل كريدنشال وتحطه بيست هنا اهوت، تعمل سيف بس كده. كده الحاجه الاولى. خليني بقى اوريكم ازاي بتحطوا الكريدنشالز في تافلي برضو. بس معلومه سريعه يعني، عشان ممكن لما انت تحط الورك فلو عندك دي، لو انت لسه منزل ان ممكن تلاقي تافلي او النوت ديت، التول بتاع التابل مش ظاهره عندك. هتعمل ايه؟ هتدوس كليك يمين وهتدوس اد نود وهتكتب هنا تابلي. هتلاقي هنا انستول، هي عندي هنا انستول لاني منزلها. انت هتلاقي انستول، هتدوس انستول وخلاص كده هتظهر عندك. بعد كده بقى عايز تحط الكريدنشالز فيها نفس سيرف اي بي اي بالظبط. موضوع بسيط، هتيجي هنا تكتب تابلي، هتظهر معاك الشاشه دي، هتخش هتدوس لوجن. لو انت مش عامل حساب اعمل حساب، لو عندك حساب زي كده خش على طول بيه. انا هسجل هنا بجوجل. وبعد ما تسجل هتظهر قدامك الشاشه دي على طول. اول حاجه هتلاقي تحت الاي بي اي كيز، هتاخدها كوبي اهو، وتروح النت ان تعمل بيست وتدوس سيف. بس خلصنا كده. كده انت عرفت ازاي تحط كل الكريدنشالز بتوع ال7 ايجنتس دول. الباقيين دول انا هسجلهم جوجل وارجع لكم بسرعه. كده رجعت لكم بعد ما حطيت الكريدنشالز بتاعت كل تول موجوده، وكلهم زي ما انتم شايفين اهو، مفيش ولا حاجه عليها العلامه الحمراء ديت. خلينا بقى نخش على حاجه مهم ممكن تبقى ازمه لبعض الناس، وهي الشات موديل. لان زي ما انتم شايفين احنا بنستعمل اوبن اي اي شات موديل، ودوت بفلوس مش ببلاش. فانا اوريكم تعمل ايه لو انت مش عايز يعني تدفع فلوس علشان تجرب، مثلا عايز تجرب ببلاش، او مش عايز تدفع فلوس لاوبن اي اي باي ايا كان بقى السبب ايه يعني. تعمل ايه؟ فهتيجي هتكتب جوجل اي اي ستوديو هنا هو كده، وهتخش عليه. بعد ما تخش وتسجل وكل حاجه هتطلع قدامك الواجهه ديت. هتدوس جيت اي بي اي كي، وهتعمل اي بي اي كي من هنا فوق.
شايف اهي create API key، تيجي عليها وتعمل API key عادي جدا. بيقول لك سميه، اختار اي اسم سميه من هنا، وبعد كده بتعمل create API key وبتاخده كوبي. اذا هو انا طبعا عامل واحد فاخده كوبي على طول، واروح اكتب جوجل جيميناي شات موديل اللي هي ديت. تيجي هنا تعمل create new credential، وهتحط الاي بي اي كي هنا اهو، وتعمل سيف. ودوت بيشتغل عندك ببلاش، ممكن تحطه بدل اوبن اي اي. شايف؟ بس عشان اقرب لك، بدل اوبن اي اي ديت لانها هتكلفك فلوس، ممكن تمسحها خالص وتركب ديت بدلها في كل الاي اي ايجنتس اللي قدامك. تمام كده؟ بس انا بستعمل اوبن اي اي عشان يعني مشترك فيه او دافع ال5 دولار دي من سنه، وبقالها كتير قاعده معايا ولسه ما خلصتش. فاللي عنده اوبن اي اي عادي هيخش ويجيب الاي بي اي كي بتاعه، وهتخش زي ما انت دخلت كده بجوجل جيميناي، انت بس محتاج تجيب الاي بي اي كي بتاعك. في برضه نقطة هنا، إن هو بيديك لو أنت لسه منزل ان أو لسه مسجل عليه، بيديك حوالي 100 من الكريدتس ديت. زي ما أنت شايف لو دوست هنا كليم كريدتس هيديك 100 ببلاش تقدر تجرب بيها، بس مش هياخدوا معاك كتير يعني. أنا هحط الكريدنشالز بتاعتي عادي. هو كل اللي بيطلبه منك الاي بي اي كي زي ما أنت شايف. أنا هاخده كوبي بيست من عندي وسيف وبس كده. أغلب الحاجات اللي بتحط كريدنشالز فيها في السيستم بتاعنا بسيطة يعني. هو بس أنت كل اللي محتاجه تسجل على الموقع وتحط الاي بي اي كي بتاعك، تاخده كوبي بيست قصدي، وتحطه عندك في ان الموضوع بسيط جدا. فدلوقتي بعد ما حطينا الكريدنشالز بتاعت كل حاجه، طبعا ناقص التليجرام، بس انا مش محتاج احطه لان احنا مش هنشرح الجزئيه ديت. وبرده لو عايز تعرف ازاي تحط الكريدنشالز بتاعت التليجرام، فانا شرحت في الفيديو الاول الموضوع دوت، تقدر ترجع له على السريع، والموضوع هتلاقيه بسيط برده مش هياخد منك وقت. بس احنا شرحنا كله هنا في الجزء دوت اللي فيه ال7 ايجنتس. سريعا كده خلينا افكركم بس ايه اللي بيحصل. احنا بنبعت اول حاجه، التريجر بتاعنا هو ايه؟ لما حد بيبعت للبوت بتاعنا على التليجرام، والحد ده تقريبا هيبقى احنا بس يعني، البوت يتبعت له رساله على التليجرام. اول حاجه بيدخلها هنا للاي اي ايجنت دوت، والاي اي ايجنت دوت ليه 7 تولز. التولز كل تول منهم هي اي اي ايجنت منفرد، ليه تولز تانية. فاهمين يعني؟ اول حاجه اي اي ايجنت كبير، كل مهنته ان هو يستعمل التولز اللي معاه، يعني مش طالب منه اي حاجه تانية غير انه يحدد انهي تول هيستعملها. مثلا انا قلت له سرش على حاجه على الانترنت، فهيستعمل انهي تول. طبعا هو عارف الكلام ده لان كل واحد من الايجنتس دول فيه سيستم برومبت، وشرحنا ايه سيستم برومبت في الفيديو الاول برضه. بس عموما انت مش هتحتاج ان انت تكتب سيستم برومبت من الاول، لان كل حاجه هتبقى مكتوبه لو انت نزلت الورك فلو من اللينك اللي في الديسكربشن. بس هو دوت يعني، بص عليه بصه سريعه، عشان طبعا هنرجع برضه في المستقبل ونشرح على القناه ديت كل حاجه تخص البرومبت انجينيرنج، وازاي تكتب السيستم برومبت دوت وتخليه احسن. فخلينا نكمل. اول حاجه الرساله بتعدي على البيج برين او الاي اي ايجنت اللي قدامك دوت. فالرساله بتعدي عليه، بيختار واحد من السبعه او ممكن يكون اكتر من واحد من السبعه، بس بيشوف انهي تول هيستعملها، وبيروح للتول ديت يدي اللي هي بتبقى اي اي ايجنت تاني، ويدي له رساله المفروض يستعمل بيها التولز بتاعته. بس خد بالك التولز ديت بتبقى يعني تبع الاي اي ايجنت التاني مش الاول. فالاول كل ما هي ان هو يختار بس انهي واحد هيتم استعماله، والاي اي ايجنتس بقى التانيه اللي بتيجي بعديه هو اللي بتستخدم التول. بعد اما يعني يحصل بقى البروسيسنج دوت وكل حاجه تتعمل، بنبعت رساله تانية على التليجرام اهو، اللي هي send text message ديت كل الاستعمال بتاعها بس ان هي بتبعت رساله للشخص اللي بعت لك اللي هو هيبقى احنا يعني. فتلاقي البوت رد عليك قال لك انا خلصت كذا كذا كذا. بقيه الحاجات اللي انت شايفها ديت السمبل ميموري، احنا شرحنا الميموريز على السريع، وهنشرحها تاني في المستقبل بشكل تفصيلي بقى اكتر. والشات مودلز انا وريتكم بتعملوا ايه لو عايز تعمل ببلاش، او لو عايز تستعمل شات جي بي تي لو معاك يعني اي بي اي كي ودفعت له ال5 دولار بتاعته. فخلينا بقى نخش على يعني الحاجه الاساسيه اصلا في الفيديو بتاع النهارده، وهي التولز بتاعت كل اي اي ايجنت. خلينا نبتدي باسهل واحد، وهو التولز بتاعت السيرش انترنت ايجنت اللي هي سيرب اي بي اي. بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، حتى الكونتري اللي انتوا شايفينها ديت ممكن تشيلها، ممكن تشيلها من هنا كده، ومش ضروري انها تبقى موجوده. بس انا بستعملها يعني عشان لو قلت له سرش لي على حاجه مثلا بالعربي ما يعني يبقى عارف انهي كونتري من الاخر. قلت له سرش لي على حاجه في مصر يعرف يحدد الكونتري من هنا، بس هي مش ضروريه يعني. وعندك برضه حاجات تانية اهي. لما بتدوس على الكونتري بتبقى طالعه كده، وانت اللي ممكن تختار الكونتري بتاعتك. يعني ممكن تحدد مثلا تكتب له اي جي اللي هي ايجيبت، كده هيبقى الكونتري او هيبقى السيرش بيحصل على كل الحاجات اللي في مصر بس احنا مش عايزين كده طبعا، لان انت ممكن تسيرش على حاجه من دول تانية بس وتبقى بتقول للبوت على التليجرام. فاحنا عايزين ايه؟ نيجي هنا ونخلي الاي اي هو اللي يحدد انهي كونتري. فاهم يعني؟ لما انا كده دوست على اللي في الجنب ديت اللي هي ايه، بيقول لك let the model
define this parameter. معناها ايه؟ يعني خلي الاي اي، يعني خلي الشات جي بي تي او جيميناي ايا كان الشات موديل اللي انت بتستخدمه يحدد هو الكونتري اللي هنا دي، البارامتر اللي هو بتاع الكونتري. كده ايه اللي هيحصل؟ كده انا ممكن لو قلت له على تليجرام في الرساله الاولى يبحث لي عن حاجه مثلا في مصر، ايا كان بقى ايه الحاجه دي، هيروح هو هنا في الكونتري ويكتب اي جي ويخليها مصر اوتوماتيكلي من غير ما نتدخل. والرساله الثانيه لو قلت له سرش لي على حاجه مثلا في تركيا، هيروح ويسرش على حاجه في تركيا، وهكذا بقى. اما التول التانية اللي عند سيرش انترنت ايجنت وهي تابلي، هي تقريبا بتعمل نفس الحاجه بس في كذا يعني موضوع مختلف شويه. الكيوري ديت لما تخش مثلا جوجل وتكتب النهارده يوم ايه، اللي انت كتبته ده اسمه كيوري. فطبعا انت بتبقى عايز الشات موديل هو اللي يحدد الحاجه اللي بتكتب، يعني انت مش هتكتب نفس الحاجه كل مره. انت بتكلمه على التليجرام تقول له سرش لي على كذا، فهو بيروح ويحط الكيوري دي هو بنفسه. عشان كده احنا بندوس هنا ونخليه هو اللي يحددها. بعد كده عندك شويه اوبشنز كده سريعه. سيرش ديبث دي طبعا انت ممكن تختار فيها على حسب مزاجك، يعني من الاخر بيسك يعني بيسرش بشكل سريع كده سطحي شويه، ادفانسد بيسرش بشكل اعمق شويه، دي فاست يعني بيسرش بسرعه، الترا فاست بيسرش اسرع كمان. تايم رينج انا مخليه داي، وانكلود انسرز انا حاططها على ادفانس، والتوبيك مخليها جنرال، يعني ممكن تبقى نيوز او فاينانس، اخليها جنرال لان احنا ممكن يعني نعمل سيرش على اي حاجه، نقول له اعمل سيرش عن اي حاجه عشوائيه، مش شرط تبقى حاجه بس ليها علاقه بالاخبار او بالفاينانس، لا اخليها على جنرال. عندك بعد كده التولز بتاعت الكالندر ايجنت، خلينا نشوفهم كده واحده واحده على السريع. عندك اول حاجه جيت ان ايفنت من جوجل كالندر، دي معناها ايه؟ معناها ان انت عايز تفاصيل ايفنت متسجل عندك في الكالندر جوجل كالندر. طيب هو الاي اي موديل او التول دي محتاجه ايه عشان تجيب الايفنت ده؟ محتاجه الايفنت اي دي. الايفنت اي دي بقى هيجيبه ازاي؟ طبعا انت مش هتكتبه، يعني مش هتروح تليجرام في للبوت تقول له خد الايفنت اي دي ده وجيب لي التفاصيل بتاعت الايفنت ده، لا، لان انت مش هتقدر تحافظه طبعا. فايه بقى الحاجه او الطريقه الثانيه اللي انا بستخدمها؟ طبعا عندك تحت التايم زون، اختار التايم زون بتاعك، يعني ايا كان بقى التايم زون بتاعك انت هتغيره من هنا تحت. ما تنساش النقطه دي لانها مهمه يعني عشان تبقى التوقيتات متناسقه معاك. زي ما قلت لكم ازاي بقى نجيب الايفنت اي دي دوت، انا طبعا مخلي الشات موديل هو اللي يحدده، بس هو برده هيجيبه منين؟ هو سؤال كويس انك تساله. يعني هيجيبه من التول ديت اللي هي جيت ميني ايفنتس ان جوجل كالندر. لو جينا بصينا هنا على التول ديت تلاقي ان هي انا عامل يعني معلم على ريتيرن اول. خليني اوريك، خليني امسح الكلام ده واوريك. بص، ريتيرن اول دي بتبقى عامله كده، اول ما انت تفتح البتاع بتبقى عامله كده، وبيقول لك ممكن تحط ليميت، يعني ممكن تقول له رجع لي مثلا او اخر 30 ايفنت مثلا حاصل او متسجل، بس احنا بنخليها ريتيرن اول علشان يرجع كل الايفنتات بكل الاي ديات بتاعتهم. هياخد بقى الاي دي ده ويروح يعمل بيه اي حاجه ثانيه هو عايز يعملها. هو عايز يعمل ابديت لايفنت معين، وعشان يابديت الايفنت المعين ده لازم ياخد الاي دي بتاعه، صح؟ عشان يعرف انهي واحد اللي هيعمل له ابديت، او انهي واحد اللي هيمسحه، او انهي واحد اللي هيجيب تفاصيله. فهو محتاج الاي دي. فهو ديت التول ديت اللي قدامك اللي هي جيت ميني ايفنتس ان جوجل كالندر، لما بنحط ريتيرن اول بيرجع كل الايفنتات بالاي ديات بتاعتهم، وياخد الاي دي ده ويستعمله بقى في اي حاجه ثانيه بعد كده. تمام؟ فالحته دي طبعا يعني مش صعبه، حته بسيطه. وعندك الافتر والبيفور ديت محطوطه يعني علشان لو قلت له مثلا هات لي مثلا الحاجات اللي بعد يوم 2 فبراير، فيجيب لي كل الايفنتات اللي بعد يوم 2 فبراير. طب هات لي الحاجات اللي قبل يوم 2 فبراير وبعد يوم مش عارف ايه، وهكذا بقى، عشان ايه؟ يعني يبقى في تحكم او كنترول اكتر. بعد كده عندك النوت ديت او التول ديت قصدي، كرييت ان ايفنت ان جوجل كالندر. دي بسيطه جدا، انت بتعمل ايفنت، يعني مثلا ممكن تقول له سجل لي ميعاد مثلا ميتنج زي ما احنا شفنا في الفيديو الاول، سجل لي ميتنج مش عارف مع احمد في الساعه كذا، فهو بيستعمل التول ديت عشان يروح ويعمله. ايه تفاصيلها بقى؟ عندك الستارت والاند، هنا بتقول له الميعاد اللي هيبتدي فيه الايفنت دوت، يعني الميتنج مثلا يبتدي الساعه 8 الصبح ويخلص الساعه 10، هيحط الستارت الساعه 8 والاند الساعه 10. تمام؟ عندك الفيلدز اللي هي الاتندي، هنا بيحط اسم الشخص، وبعد كده هنا السمري ديت هي التايتل بتاع الايفنت، يعني تخش مثلا تخش على جوجل كالندر عندك تلاقي الايفنت مكتوب مثلا ميتنج مع احمد، هو ده بيبقى السمري او التايتل. والديسكريبشن ده بيبقى ديسكريبشن تحت الايفنت لما بتدوس عليه، والكلام ده كله ممكن نشوفه بشكل تطبيق عملي يعني في الفيديو الاول. بعد كده التول اللي عندنا هي ديليت ان ايفنت، ديت بسيطه جدا، هو بياخد الاي دي بتاع ايفنت ويمسحه، مش اكتر من كده، هو بس محتاج الاي دي علشان يمسح الايفنت ده. يجيب الاي دي ازاي؟ وريتك ان هو بيجيبه من الجيت ميني ايفنتس تول. بعد كده عندنا ابديت، نفس الفكره، بيحتاج الايفنت اي دي علشان يعمل له ابديت. بيابديت بقى ايه؟ ممكن يعني يابديت كذا حاجه، ممكن يابديت الديسكريبشن، ممكن يابديت الاند والستارت، يعني مثلا انت كتبت قلت له سجل لي ميعاد الساعه 8 للساعه 10، بعد كده قلت له لا غير الميعاد ده خليه من 9 ل 11،
هو يجي يغير الاند والستارت، والديسكريبشن ممكن يغيره برضو، وهنا ممكن يغير الايميل. اخر تول معانا وهي الجيت افيلابيلتي، ديت اسهلهم يعني. هو كل اللي بتعمله ان هو بيشوف لك إيه الايفنتات اللي عندك يعني، او إيه الاوقات الفاضيه او كده. هو محتاج بس ايه ستارت تايم واند تايم، عشان مثلا تقول له شوف لي المواعيد، او شوف لي الافيلابيلتي بتاعتي، انا فاضي امتى من الساعه كذا للساعه كذا، عندي حاجه ولا لا. هو بيجي ويستعمل التول ديت علشان يعرف يرد عليه. خلينا نخش على اللي بعده، هو التاسك ايجنت. ودوت برضه سهل جدا يعني. التولز بتاعته اول حاجه جيت تاسك، فديت بتحتاج تاسك اي دي مش اكتر. كل اللي بيحصل هنا ان انت بتدخل تاسك اي دي معين علشان تعرف التفاصيل بتاعه التاسك. مثلا تاسكية عندي اسمها تشيك سيلز، وكتبت لها ديسكريبشن وتفاصيلها يعني وتوقيتها والحاجات دي كلها. فهنا بقى اللي بيحصل في التول ديت ايه، انت بتاخد التاسك اي دي دوت وتحطه هنا، فالنتيجه اللي بتطلع لك هو تفاصيل التاسك، اللي هو الديسكريبشن بتاعه وتفاصيلها والحاجات ديت كلها. طيب نفس السؤال ممكن تساله لنفسك، هو هجيب التاسك اي دي منين؟ برضو عندك تقول اسمها جيت ميني تاسكس، ديت بترجع لك احنا عاملين ريتيرن اول، عاملين لها defined automatically by the model. وهو الموديل اللي احنا هو عارف ان هو ريتيرن اول، يعني هيرجع كل الايديهات بتاعه التاسكات واسامي التاسكات عشان يعرف انهي تاسك بالظبط اللي هيمسحها او هيجيب تفاصيلها وكل الكلام ده بقى، او هيعمل لها ابديت. نفس بالظبط جوجل كالندر، نفس الفكره. فعندك ابديت وديليت هيبقوا نفس الفكره بالظبط. انت محتاج برضو تاسك اي دي، وعشان تعمل ابديت للحاجات ديت هنا الابديت فيلدز هي الستاتس، يعني مثلا خلصت ولا ما خلصتش، دي هي الستاتس ممكن تعمل لها ابديت. يعني مثلا انا عملت تاسك اسمها تشيك سيلز زي ما قلت لكم وخلصتها، ومش عايز اخش على جوجل تاسكس عشان اعمل ان انا خلصتها، اروح اقول للبوت على التليجرام انا خلصتها والله، غير لي الستاتس، هيروح هو يعملها كومبليتد. والتايتل نفس الكلام، لو عايز تغير يعني ايه العنوان بتاع التاسك. بعد كده التول اللي بعديها وهي ديليت تاسك، بسيطه جدا برضو، بتحتاج الاي دي بتاع التاسك عشان تمسحها بس كده. بعد كده عندنا الكرييت تاسك. واللي بيحصل في الكرييت تاسك هو ان انت بتقول للبوت مثلا اعمل لي تاسكايه اسمها كذا، وهو بيجي هنا ويكتب التايتل بس بتاعها، وكده هو عملها وهتتعمل عندك على طول. موضوع بسيط يعني هنا. بعد كده خلينا نخش على جوجل درايف، ودوت الايجنت المسؤول عن كل حاجه جوه جوجل درايف. خلينا نخش على اول حاجه وهي شير فايل ان جوجل درايف. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا بقى كده باختصار؟ اول حاجه لازم نفهم اصلا يعني ايه شير فايل على جوجل درايف. على جوجل درايف انت ممكن تشير يا اما فايل يا اما فولدر مع اي حد، ممكن تديله اكسس معينه. في اكسس بتخليه يغير في الفايل ده، يعني ممكن مثلا ابعت له فايل عباره عن اكسل او جوجل شيت واديله الاكسس ان هو بس يقراه وما يعرفش يغير حاجه من جواه. بس لو اديت له اكسس ان هو يقدر يعمل فيه ايديت، ممكن يخش عادي ويمسح حاجات يغير حاجات عادي جدا. هو بيعمل ايه بقى عشان يعمل شير للفايل دوت؟ هو اول حاجه بيحدد الفايل بالاي دي، احنا مخلين هو الشات موديل هو اللي يحدد يعني الاي دي ان هو يبقى عارف. ونيجي بقى على الجزئيه المهمه وهي اهم جزئيه هنا في الشيرنج، الرول. احنا مخلين الرول ريدر بس، والتايب يوزر. التايب انت في الغالب هتخليها يوزر يعني نسبة كبيرة، ممكن تخليها اني وان لو انت مش عارف تختار ايه يعني في الحالة بتاعتك. بس الرول مهم جدا انك تبقى عارف، لان هو دوت اللي بيديله الامكانية انه يغير حاجات. يعني انا كومنتر مثلا هتخليه يحط كومنتس بس، مش هتخليه يعمل حاجة تانية. اونر مثلا هتخليه ممكن يمسحه، ممكن اي حاجة تحصل. ريدر هو بس ان هو بيقراه. وهنا بتحط الايميل ادرس دوت، الايميل اللي انت هتعمل معاه شير للفايل بتاعك. فالايميل دوت انت بنسبه كبيره يعني هتخش على التليجرام تقول للبوت اعمل شير للفايل دوت مع الايميل بتاع الشخص ده زي ما شفنا في الفيديو الاول. هو ده الايميل. بيجي هنا بقى الشات موديل ويحط الايميل ادرس بنفسه. بعد كده عندك شير فولدر، نفس الفكره بالظبط، مفيش حاجه اختلفت يعني، نفس كل حاجه بالظبط، بس بدل ما هي فايل بتبقى فولدر كامل. التول اللي بعد كده وهي كرييت فايل فروم تكست. فهو هنا احنا شفنا مثال في الفيديو الاول على الموضوع دوت عملي، والموضوع بسيط. هو من الاخر انت بتكتب كلام، تمام، والكلام اللي بتكتبه ده هو بيحوله لفايل، واحنا هنا حاطين ان هو يحطه جوه الفايل دوت اللي انا مسميه ماي امبورتنت بي دي اف. ده الفايل يعني ان هو بيخش ويحط جواه الحاجه. انت عايز برضه تبقى عامل مش فايل قصدي فولدر، ده الفولدر اللي انت تبقى عايز يعني تخليه يعمل اي حاجه من التكست، اي كتابه انت كتبتها له يعمل منها فايل يحطه فين، خلي فولدر معين للحاجات ديت يعني. التول اللي معانا بعد كده هي الكرييت فولدر ان جوجل درايف. والتول ديت كل اللي بتعمله ان هي بتعمل فولدر جوه الدرايف بتاعنا، بحيث ان انت مثلا لو عايز تعمل فولدر وتحط فيه فايل على طول من اللي هي فايل فروم تكست، هتعمل فولدر وتقول له حطها لي فيه زي ما احنا عملنا في المثال الاول. لو رجعت هتلاقي ان انا في الجزء الاول من الفيديو بتاعنا دوت عملت كده اصلا. التول اللي معانا بعد كده وهي موف فايل ان جوجل درايف، وهي بسيطه مش صعبه. انت بس بتحرك فايل معين من فولدر لفولدر، او مثلا حتى لو هو ما كانش في فولدر خالص بتاخده تحطه في الفولدر ده بس. هي دي كل اللي بيحصل. الفايل بتحتاج الاي دي، وده الشات موديل هو اللي بيحدده. بعد كده البيرنت فولدر هو برضه اللي بيحدده، لان انت بتقول له مثلا حطوا لي في الفولدر الفلاني او الفولدر دوت. هو بيبقى الموضوع دايناميك يعني.
ما اقدرش احدد فولدر معين، لا لازم يحطه في الفولدر اللي انا قلت له حطه لي فيه، ودوت ممكن يختلف كل مره مش شرط يبقى واحد. اخر تول معانا هنا وهي سيرش فايلز اند فولدرز، وديت انا مخليها ريتيرن اول، بالظبط زي الفكره بتاعت الاي دي بتاعت التاسك. هنا انت عشان تعرف الفولدرز اي ديز والحاجات دي كلها عشان تستعملها في تولز مختلفه، فاحنا بنيجي ونخلي ديت ريتيرن اول. والسيرش كيوري برضو بنخلي الشات موديل هو اللي يحددها، تقريبا بتخليه يحدد كل حاجه هنا. والدرايف ديت انت طبعا بتختار الدرايف بتاعك اللي هو اصلا مش هيبقى فيه غيره هنا. خلينا بقى نخش على السيلز ايجنت، ودوت عشان افكركم سريعا هو كان مربوط بجوجل شيت، والجوجل شيت ده كان عباره عن ان هو فيه بس المبيعات اللي احنا بنعملها، كنا مدين هنا امثله يعني. فعندك اول تول اللي هي ابند رو، دي بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله ان هي بتضيف رو. الرو ده عباره عن ايه؟ الرو ده اللي هو ده، شايف اللي انا محدده ده اسمه رو، اللي هو هيحط مثلا اي دي كلاينت نيم والحاجات ديت، ده الرول اللي هو هيحطه. هديك مثال على الكلام اللي قلته ده اللي هو الابين رو تول اللي بتعمل ايه. انا رحت على التليجرام بوت دوت وقلت له انا عملت النهارده مبيعات مثلا ب 10000 دولار من زبون اسمه خالد ايا كان اسمه ايه، والايميل بتاعه كذا، فهو يروح يعمل رو ويحط فيه الحاجات ديت التفاصيل ديت يعني. وطبعا التفاصيل اللي انت مش هتقول له عليها مش هيحطها. ده كده باختصار يعني التول دي بتعمل ايه. بعد كده عندك التول الاهم يعني وهي اللي هنستعملها اكتر، وهي اللي استعملناها برضه في المثال في الجزء الاول، وهي الجيت روز. بتعمل ايه؟ دي بتبص من الاخر على كل الروز اللي هنا. يعني احنا عندنا هنا كام رو؟ عندنا 3. انا لما رحت في الفيديو، لو رحت انت الفيديو الاول هتلاقيني قلت له ايه، قول لي المبيعات اللي انا عملتها لحد دلوقتي. هو راح وحسب ال3 دول، فهو استعمل انهي تول هنا؟ استعمل الجيت روز. راح يستعمل الجيت روز فشاف كل الديل فاليوز اللي عندنا وراح جمعهم ومديني الناتج. تمام. طبعا الكلام ده مش شرط بس يبقى من جوجل شيتس، يعني ممكن يبقى من اي سي ار ام او سي ار امز هنجيلها في المستقبل، بس ممكن يعني من اي حته انت حاطط فيها مبيعاتك يعرف الكلام ده وتوصلها ب ان ات ان، حتى لو مش موجوده في ان ات ان، يعني مش موجوده هنا في النودز. استنى اوريك قصدي ايه. كليك يمين اد نود، شايف اكشن ان اد، دي كلها حاجات تطبيقات عامله انتجريشن مع ان ات ان نيتفلي، يعني زي ما تقول شراكه كده مع ان ات ان. دي حاجات مش موجوده، يعني مش كل تطبيقات العالم موجوده. اللي مش موجود تقدر توصله بان ات ان او تعمل له انتجريشن بحاجه اسمها اتش تي تي بي ريكوست. الاتش تي تي بي ريكوست ديت قصتها قصة يعني، فلازم نشرحها دي في المستقبل بإذن الله في الكورس بتاعنا، ولكن دلوقتي خليك عارف يعني انك ممكن توصل اي حاجة مش موجودة عادي، ما تتخضش لو لقيت اللي انت عايزه مش موجود. التول اللي معانا بعد كده وهي ابديت رو، بكل بساطة التول ديت بتعمل ايه؟ هقول له مثلا تعالى على الرو دوت اللي هو الاي دي فيه التلاتة، مثلا اي دي 3 او الكلاينت نيم خالد او الايميل بتاعه كذا، وغير لي مثلا الفاليو بتاعه بدل 200 خليها 300. ممكن تكون انت قلت له غلط او هو اضاف حاجه غلط قبل كده فانت عايز تعمل لها ابديت، بتعمل لها ابديت من خلال التول ديت. تقول له على التليجرام وهو بيستعمل التول ديت وبيغيرها عادي. بس في نقطه يا شباب مهمه في حوار الابديتنج دوت، هو هيعرف ازاي يعني؟ تعالى اوريك. هو هنا هيعرف مثلا انهي رو اللي فيه اسم محمد او عباس او خالد. ازاي بيعرف؟ هو بيعرف من الاي دي بنسبه كبيره، فانت بتبقى عايز تماتش كولوم اون الحاجه اللي انت هتقولها له على التليجرام. وانا اقصد ايه؟ يعني انا دلوقتي لو رحت قلت له على التليجرام بصوا هنا احنا عاملين ايه؟ كولوم تو ماتش اون اي دي، احنا مختارين اي دي. فانا دلوقتي لو رحت قلت له غير لي الاي دي 2، خلي الايميل بتاعه كذا، فهو هيروح هنا هو كده على الرو دوت اللي الاي دي بتاعه 2 ويغير الايميل. بس لو قلت له غير لي مثلا الايميل بتاع الكلاينت نيم اللي اسمه عباس مش هيعرف. فانت لو عايز تعمل بالكلاينت نيم هتيجي هنا او تغير دي وتخليها كلاينت نيم. بس الموضوع بالبساطه ديت يعني. وانا انصحك يعني لو انت هتتعامل مع التليجرام تخليها كلاينت نيم، او لان هو ده اسهل حاجه يعني، او ايا كان بقى الحاجه اللي انت عايزها ايه بالظبط يعني. بعد كده عندنا الكونتاكس ايجنت، ودوت فكرته برضه بسيطه. هو لو مش عارف الكونتاكس دي ايه يعني، هي جوجل كونتاكس اعتقد معروف، هو الارقام بتتحط عليه من الاخر يعني. احنا بنسبه كبيره بنستعمله عشان الارقام، لان لو انا عايز اضيف ايميل حد او كده ممكن برضه تضيفه في الجوجل كونتاكس دوت، بس هو يعني الكونتاكس ارقام بنسبه كبيره. عندنا اول تول واللي هي جيت ميني كونتاكس، دي طبعا احنا عاملين استعمالها بس علشان نجيب كل الكونتاكتس اللي احنا محتاجينها وتفاصيلها. تفاصيلها بقى اللي هي ايه؟ الفيلدز هتلاقي النيمز، ايميل ادرس، والفون نمبرز. وعلامه النجمه دي معناها كل حاجه، يعني رجع كل حاجه، يعني هات لي كل تفاصيلها. بس هم التلاته دول يعني الاكثر شيوعا، يعني هم اللي هتلاقيهم اصلا. باقي الحاجات الليميت اللي بيحدده هو الشات موديل. عندك بعد كده الرو داتا الشات موديل برضو بيحددها، واليوز كيوري برضو الشات موديل اللي بيحددها. التلات حاجات دول انت عايز الشات موديل يحددهم بنسبه كبيره يعني لو انت هتستعمل السيستم دوت. بعد كده عندك كريت كونتاكت، هو هنا من الاخر ده اللي احنا عملناه في الجزء الاول لو فاكرين، قلنا له اعمل كونتاكت باسم محمود لو فاكرين الجزء الاول. هو استعمل التول ديت، راح وسماه محمود وحط الايميل بتاعه ورقمه، كل الكلام ده يعني. طبعا الكلام ده كله
مش محتاج شرح قوي، لان زي ما انت شايف الشات موديل هو اللي بيحدد تقريبا كل حاجه. الديسكريبشن اللي انت شايفها دي بس انا بشرح فيها للشات موديل يعني الحته دي بتعمل ايه، يعني فاليو ده ايه ده. انا هنا قايل له ده مثلا use this in order to add email to contact، معناها ايه؟ استعمل دي، انا بقول له استعمل فاليو دوت اللي انت هتحدده عشان تحط ايميل اللي انا اقول لك عليه للكونتاكت اللي انا قايل لك عليه. بس كده. نفس الكلام هنا في الفون، الموضوع بسيط يعني، وهتلاقيه معمول عندك لو انت نزلت الورك فلو من الديسكربشن اللي تحت. بعد كده عندك جيت كونتاكت، نفس الفكره، بس بدل ما انت بتجيب كونتاكتس كتيره بتجيب كونتاكت واحده بس، تحتاج طبعا الاي دي بتاعها. نفس الفكره برضو اللي احنا شرحناها في جوجل كالندر وجوجل درايف وكل حاجه. هيجيب الاي دي ازاي؟ من الجيت ماني كونتاكتس اللي هي دي جيت ماني كونتاكتس. دي كونتاكت برضو نفس الفكره، اي دي وامسح على طول كل اللي محتاجه الاي دي بتاع الكونتاكت اللي انا هعمل لها ديليت. يلا بينا، خلينا بقى نخش على اخر حاجه وهي الايميل ايجنت ديليت مسج. هنا نفس الفكره، مسج اي دي عشان تمسحها، كل حاجه كده محتاج اي دي علشان تمسح، محتاج اي دي عشان تعمل ابديت، محتاج اي دي علشان تغير اي حاجه فيها. الاي دي ضروري. بنجيب الاي دي ازاي؟ من جيت ماني مسجز مثلا، زي ما شفتوا في كل اللي احنا شرحناه قبل كده في الفيديو دوت. وهو انت بتحتاج الاي دي عشان تغير الحاجات، والاي دي بيجيب منين؟ من جيت ماني. دايما جيت ماني كونتاكتس، جيت ماني مسجز، جيت ماني اي حاجه هترجع لك كل الاي ديات. هتاخد الاي دي بتاع الحاجه اللي انت محتاجها بالظبط، انت بتبقى قايل للتليجرام بوت عليها، هو ياخدها، هياخد الاي دي، وبعد كده يروح على التول اللي بعديها اللي هي ديليت مسج ويحط الاي دي ده ويمسحها. كل ده بيحصل انت ما بتتدخلش فيه قوي، يعني انت بتعمل له سيت كده اول مره بتحطه، حتى حطه بسيط. يعني انت مثلا انا عملت ايه هنا؟ حطيت التول، وبدل مثلا، بص هي بتبقى عامله كده اول ما انت بتخش عشان تبقى عارف بس، تبقى عامله كده اهو، بيبقى مستنيك انت تكتب بقى المسج اي دي، فانت هتيجي تدوس هنا بس، وكده اتحطت كده، هو فهم بقى اللي هيحصل. فان انت تحط التولز الموضوع سهل. البرومبت او السيستم برومبت بتاعك بقى هو اللي بيفهم الاي اي ايجنت كل تول بتعمل ايه، ومثلا استعمل جيت ميني مسجز عشان تعمل ديليت لمسج. كل ده بتقوله له في السيستم برومبت، وانت هتلاقي عندك لو نزلت الورك فلو بتاعنا ده من الديسكربشن تحت هتلاقي عندك التفاصيل والسيستم برومس وكل حاجه محطوطه، بس هتحط الكريدنشالز زي ما انا وريتك في الاول وخلاص كده. بعد كده عندنا اركايف مسج، ديت هتلاقيها مختلفه عندك لان انا عامل فايل او عامل ليبل في الجيميل عندي مسميه اركايف، وبقول له حط لي فيه المسجز اللي بتعمل لها اركايف. فخد بالك انت ممكن ما يكونش عندك نفس الليبل دوت اللي هو انا عامله اللي اسمه اركايف، ممكن تعمله لو انت عايز، وبعد كده ترجع تختاره من هنا. هو بعد كده التول اللي عندنا وهي كرييت درافت. التول ديت بتعمل ايه؟ دي احنا شفناها في الجزء الاول لما قلنا اعمل درافت للايميل كذا واكتب فيه اللي احنا قلنا له عليه وقتها. فهنا انت بتحتاج ايه عشان تعمل درافت؟ بتحتاج السبجكت، ده طبعا الاي اي موديل هو اللي بيحدده، وبتحتاج تكتب المسج دي هو اللي احنا قلنا له عليها وهو راح كتبها، فاكرين؟ هو برضو اللي بيحددها هنا لان احنا اللي بنقول له عليها وهو بيرجع بقى يحطها، ممكن يعدل عليها لو انت قلت له يعدل عليها، وهكذا. والاوبشنز ديت انا اخترت بس تو ايميل عشان لو فاكرين احنا لما كتبنا له اعمل لي درافت للايميل الفلاني، الايميل دوت هو جه وحطه استخدم ديت تو ايميل، دي هي ديت اللي حط فيها الايميل عشان يبقى الدرافت ده معمول انه يتبعت للايميل المحدد دوت بالظبط. عندنا تول بعديها وهي جيت ايميل درافتس. التول ديت فكرتها بسيطه، هي بتجيب كل الدرافتات اللي عندك، انا عاملها هنا على ريتيرن اول، بترجع كل الدرافتات اللي عندك باختصار يعني. انا عملت مثلا 20 درافت الايميلات مختلفه، وعايز اشوف ايه الدرافتات اللي عندي بس مش عايز اخش على الايميل او مش عايز اخش على الجيميل بتاعي، اروح اقول له قول لي كل الدرافتات اللي عندي ايه تفاصيلها، لمين هي، وريهاني، مش عارف ايه كده يعني. هو بيجي هنا يستخدم التول دي عشان يجيب كل الدرافتات. جيت ماني مسجز هي نفس الفكره بالظبط، بس بدل ما هي درافت هي مسج. سند مسج برضو نفس الفكره، بدل ما هو بيعمل درافت بيبعت مسج. ودي استعمالاتها يعني انصحك تستعملها بحذر شويه، لان هي بتخلي الاي اي موديل يبعت رساله على طول، فلو في غلطات مثلا انت مش هتعرف تراجع عليها، لا هو هيبعت على طول. بس ممكن طبعا انت ممكن تقول له في السيستم برومت ايه، قبل ما تبعت المسج تبعت لي على التليجرام ولما اكد عليك بس ابعتها. دي حاجه ممكن تعملها مثلا في السيستم برومت. لو جينا هنا على تفاصيلها هتلاقي ان هي بسيطه برده زي الدرافت بالظبط. التو ديت اللي هي بقى المين، اللي هي ايه، احنا كان اسمها تو ايميل تحت كده في الاوبشنز في الكارير درافت. استنى اوريك عشان تبقى بس مجمع معايا الصوره ايه اللي بيحصل. بص تحت ديت تو ايميل ديت اللي في الاوبشنز اللي تحت هي نفسها التو اللي في السند مسج، اللي هي في الحالتين بيبقوا الايميل بس اللي انت هتبعت له الرساله او هتعمل الدرافت اللي هيتبعت له. سبجكت طبعا نفس الفكره، بتخلي برضو الشات موديل هو اللي يحددها، والمسج نفس الفكره بتخلي الشات موديل يحددها. لو انت بتتساءل يعني ايه هي الابند ان اتريبيوشن ديت،
فدي بتبقى كده في الايميل لو انت عملت لها وصل، لو انت خليتها تيرن اون كده لما تبعت رساله باستخدام ان او باستخدام الورك فلو دوت، لو انت عامل لها تيرن اون بيبقى كاتب كده تحت الايميل ان الايميل ده مبعوث ان، وطبعا دي حاجه مش كويسه يعني، مش حاجه ظريفه، فاهمين قصدي؟ فبتعمل لها تيرن اوف، مش عايزينها احنا تبقى موجوده دي. عندك اخر حاجه بقى واخر تول معانا وهي جيت ميني مسجز، زي جيت ميني درافتس، نفس الفكره، بيبعت لك او بيرجع لك كل المسجز، بس طبعا انا هنا مخليه فيه ليميت وهو اللي بيحدد الليميت ده، لان انا لو قلت ريتيرن اقول انا عندي تقريبا في الانبوكس 2500 رساله، فكده هيبقى كتير قوي، مش عايزين احنا نرجع كل ده، والتليجرام اصلا مش هيسمح ان انت ترجع كل ال 2500 بتفاصيلهم. فانا بقول له مثلا ايه دي معموله علشان لو قلت له قول لي اخر 5 رسائل انا بعتها، هو هيجي هنا يخلي الليميت دوت 5، وكده هيجيب لك اخر 5 انت بعتهم، فهي معموله عشان كده يعني. الليميت هو بس اللي مخلينه الشات موديل يحدده. ريتيرن اول عاملين لها اوف، سمبليفاي دي خليها موجوده زي ما هي كده. بس كده يا شباب، دي كانت كل تفاصيل السيستم دوت، انا كده شرحته بالكامل الحمد لله. وعايز افكركم تشتركوا في القناه عشان نبتدي الكورس بتاعنا بدري، لان الكورس ده يا شباب هيبقى يعني بيتضمن حاجات هتعجبكم جدا، وسيستمز فعلا فعلا تتباع، مش بس بقول كده وخلاص، لا احنا هنجيبها من مواقع العمل الحر، وهوريكم قدامكم الناس بتدفع فلوس في السيستمز اللي احنا هنبقى بنبنيها ديت، زي ما وريتكم في الماب بتاعنا، سيستمز من مواقع العمل الحر ذات نفسها. وديت حاجة قوية جدا، أعتقد محدش عملها قبل كده. كل الناس بتجيب لك على اليوتيوب بتقول لك مثلا السيستم ده بيعه لكذا، بس مبقاش معاه دليل إن هو يتباع لكذا، لكن احنا جايبينها من موقع العمل الحر بالهدف ده، إن أنا أوريكم إن الناس أصلا بتدفع فيها فلوس، وزي ما قلت لكم اخر فيديو كل واحد وارزاقه يعني، لكن احنا بنحاول نصحى يعني. بس كده ما عنديش حاجه تانية اقولها، شكرا للفرج لحد هنا، وما تنساش الورك فلو ده تقدر تنزله ببلاش تماما، وتشغله ببلاش برضو تماما من الديسكريبشن تحت، وانا شرحت لك ازاي يعني تعدي موضوع الشات موديل دوت. لو انت مش عايز تستخدم اوبن اي اي لان هو بفلوس، استعمل جيميناي، وانا وريتك ازاي بتجيب الكريدنشالز بتاعته وكل حاجه، فانت كده جاهز انك تشغل السيستم ده وتعدل عليه باذن الله.